نجح الأسد، اللهم لا حسد. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني كتير. قبل ما نبدا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدوسوا برضه على كلمه كل عشان يوصلك كل جديد. وهلوس بالموز وحبايب الجوز، ويلا بينا. النهارده هعمل لكم ترند. ايه هو بقى؟ هو ترند العسل. انا مش بعمل اي ترند وخلاص كده، هو بس الترند ده انا في نفس الوقت كنت عايزه اكل حاجه حلوه، في نفس الوقت هو مش بيتخن عشان طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ان العسل فيه فوائد كتير قوي ومش بيتخن، فانا قلت اعمله منه نجربه ومنه هنعرف حاجه جديده. وانا على فكره ما اقصدش اي عسل، انا اقصد عسل النحل بس. واحنا هنعمل دلوقتي الطريقه مع بعض، وعلى فكره الطريقه سهله قوي. احنا مش هنحتاج غير عسل وازازه صغيره او كبيره براحتكم بقى، بس مش هنحتاج غير اكتر من، وهنعملها مع بعض ونجربها مع بعض، وانا بقى هقول لكم تعملوها ولا اوعوا تعملوها. هنجربها دلوقتي مع بعض، هنعمل دلوقتي. يلا بينا. بصوا بقى، اول حاجه كده احنا نعملها نشمر كده عشان هدومنا متبهدلش. اهو تمام. ونحاول على قدر الامكان ان احنا ما نوقعش، عشان لو وقعنا ماما هتقتلنا. جبنا الازازه، نفتح العسل. بصوا. هحط العسل وارجع لكم. اهو يا جماعه حطيت العسل اهو زي انتم شايفين. انا زي طبعا انتم شايفين كده انا خلصت لماما نص البطرمان، فيا رب في الاخر بقى تطلع حلوه علشان ماما ما تموتناش. وطبعا انتوا لو عايزين تغيروا من لونه تجيبوا الوان طعام وتحطوها فيها. هنقفله كده. حاضر ونعملها كده. اهو زي انتم شايفين كده. نسيبها كده شويه، نروق بقى الدنيا اللي احنا بهدلناها دي، وهرجع لكم. زي انتوا بقى كده ما شايفين، احنا دلوقتي هنحطه في الفريزر. هنحطه فيه يجي 4-5 ساعات علشان يجمد قوي، فهحطه في الفريزر وارجع. زي انتوا ما شايفين كده يا اصحابي اهو، ونقفل كده. طبعا زي انتوا ما شايفين احنا كده عملناها. ولا حطيتها كده في الفريزر، ولازم تحطوها وهي مقلوبه كده. يلا بقى هستنى 4 أو 5 ساعات وارجع لكم بالتجربه وندوقها مع بعض. بعد انتظار طويل انا تعبت بجد. اهو اهي، هنشوفها نجحت ولا لا. اهو، وجبنا الطبق ده عشان ما نوقعش حاجه. يلا بينا. بسم الله. شو اللي تفتح؟ اهو فتحت. بسم الله. واو، لا بجد نجحت شكلها ولا ايه؟ خرابي. استنى مش قادرة اعملها. بص نجحت. بسم الله. وانت مبسوطة بتطبخي، وانت متضايقة بتطبخي. قوليلي على شعور انساني واحد ما بتطبخيش فيه، قوليلي على وقت معين بقك ما بيتحركش فيه. طعمه حلو قوي. بصوا جامدة ازاي. بصوا بصوا. شكلها حلوة قوي لما بتنزل، شكلها تحفة.
بصوا بصوا بصوا. حلوة قوي قوي والله، حلوة قوي. خلصها واجيلكم. العسل النحل نازل نازل على تحت، ايه العسل النحل نازل نازل على تحت. عايزه اقول لكم تحفه بجد، طعمها روعه، طعمها حلو قوي قوي. انا عايزه اقول لكم اللي هي خفيفه ولايت. ايه يعني يا هنا؟ طب ما خفيفه هي لايت ولايت هي خفيفه عادي يا ستي، عشان نبقى نتكلم بالعربي والانجليزي. انا عايزه اقول لكم اللي هي منعشه ومش بتضخم بقى. انت لو قاعده ونفسك تاكلي في حاجه حلوه كده ومش قادره تروحي تعملي كيكه، مش قادره تعملي اللي انت عايزاه، طلعي اهم حاجه بس يكون عندك ايه العسل النحل. ايه العسل النحل، اهم حاجه يكون عندك عسل نحل، وتعملي بنفس الخطوات، ما تعمليش اي خطوات تانية. هي دي الخطوات اللي احنا نعمل بيها، اللي هو العسل، ونجيب ازازه فاضيه صغيره ونقلبها كده ونحطها في الفريزر لمده 4 أو 5 ساعات بالكتير. بس كده. وعايزه اقول لكم اللي هي اختراع جامد وجربوها. وبقى ما تنسوش تحطوا عشان خاطري انا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني يا جماعه على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك، ال3. بحبكم، توحشوني. باي باي.